اقوى حراس او بادي جارد للمشاهير في العالم. وراح نبدا باول واحد اللي اسمه بيلي بينغهام، وهو الحارس الشخصي لبراد بيت وانجلينا جولي. بينغهام هو حارس مشهور جدا في عالم المشاهير، واشتغل مع كثير ناس غير براد بيت مثل توم كروز مثلا. اشتهر بقوته الجسديه وشطارته في حمايه المشاهير. تعلم كل مهاراته في الجيش لانه كان يشتغل بالقوات الجويه الامريكيه، وكمان كان خبير بالقناصات. اشتهر لمده 18 شهر مع انجلينا جولي وبراد بيت، وكانت مهمته الاساسيه هي حمايه اطفالهم. فبعد كل الاشياء اللي سمعناها عنه اكيد ما حدا رح يسترجي يقرب عليه. باسكال دوفير، الحارس الشخصي لكيم كارداشيان. باسكال هو حارس خبير جدا ومتمرس، وعنده شركة اسمها سكيور بروتكت. هاي الشركة خاصة بتدريب الحراس الشخصيين للمشاهير. اشتهر بجسمه الضخم جدا وقوته البدنية، ايضا له تجارب سابقة بحراسة المشاهير مثل كاني ويست وجاستن تيمبرلي. على الرغم من شطارته وقوته الا انه في سنة 2016 تعرض لموقف سيء جدا خلاه يترك العمل مع كيم كارداشيان. لانه في شهر اكتوبر من سنة 2016 كيم كانت في رحلة الى باريس وتعرضت للسرقة من مجموعة لصوص، ولأنه باسكال ما قدر يحميها في وقت الحادثة هي، قرر انه يترك الشغل معها لأنه حس حاله انه شخص غير كفؤ. اما بالنسبة للمشهور الثالث فهو الملاكم فلويد مايوذر. فلويد ما كان عنده حارس واحد بس، بل مجموعة حراس جميعهم اجسامهم ضخمة جدا. احيانا الناس تستغرب انه ليش ملاكم وعنده فريق حراسي كامل، ليش ما يدافع عن حاله وخلص كون انه هو ملاكم. للاسف الحياة ما بتمشي بهالطريقة. حتى لو كان هو ملاكم ممكن ينحط بمواقف سيئة جدا وما يقدر يتعامل معها بالشارع لحاله، خصوصا انه مشهور ومعروف انه ملاكم، وهذا الشيء ممكن يخلي كثير ناس تحاول تهجم عليه لحتى يثبتوا انهم اقوى منه مثلا. المهم، واحد من اضخم الحراس الموجودين في فريقه هو الشخص اسمه الفونسو ريدريك. الفونسو كان طوله 7 أقدام او ما يعادل 2.1 متر، وهو ما كان مسؤول عن حراسة الملاكم فقط، بل كان مسؤول عن حراسة ماله كمان، لأن الملاكم فلويد بحب ياخد معه كمية كاش كبيرة جدا لكل الأماكن اللي بيروح عليها، وكان ألفونسو هو المسؤول عن حماية ماله بالشارع. جاستن بيبر يعتبر من أكثر مغنيين البوب اللي عندهم جمهور كبير من المراهقين، واصلا حتى هو نفسه في بداية شهرته كان في عمر صغير جدا، فلذلك لازم يكون في شخص يحمي الكل من التصرفات الطايشة اللي ممكن يعملوها المعجبين او حتى جاستن نفسه. في البداية جاستن كان يخرج مع مجموعة من أصدقائه المقربين على أساس أنهم حراسه الشخصيين، ولكن في سنة 2012 تعرف على ضابط سابق في شرطة ميامي اسمه مايك، وصار هو حارسه الشخصي وأسس له فريق حراسة كامل. فريقهم كان شاطر جدا لدرجة أنه في أفلام وثائقية تنعمل عن شطارة البودي جارد تبع جاستن بيبر، فتخيلوا مدى قوتهم. وطبعا ما لازم ننسى الرابر دريك اللي يعتبر من أغنى الرابرز في العالم وصاحب أغلى وأفخم بيت أيضا. لما تجتمع فيه كل هالصفات أكيد ما رح يقدر يتحرك بالشارع عادي بدون أي حراسة. لذلك دريك اختار مجموعة من أقوى الحراس في العالم. يقال عن حراسه أنهم يقدروا يطحنوا رأس بني آدم كامل باستخدام ايديهم فقط، وهذا الشيء طبعا بيرجع لضخامة جسمهم وقوتهم البدنية. فبحب اقول لك اياك انك تقرب من هالحراس اذا شفتهم بالشارع، واشترك في حساب هياط.